الرحمن الرحيم. سادتنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الرياضة الشعبية، البرنامج الذي يتضمن نخبة من المدربين في الفرق الشعبية. ضيف حلقتنا لهذا اليوم مدرب ومعلق في الفرق الشعبية، اسم على مسمى المدرب والكابتن والمعلق حسن الطيب. أبو رقية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي كابتن. الله يسلمك، نورتنا اليوم بالاستوديو. فدوى عمرك، نوركم السابق أكيد. الله يسلمك كابتن، خلينا نتحدث عن مسيرتك الذاتية في التدريب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم حسن دوح عبد الحسين، الملقب بحسن الطيب نسبة لموهبة التعليق. نعم. استدرجت مسيرتي الرياضية سنة 2004. فريق شعبي مصغر بني وهيكلته على أساس لاعبين، بعد ذلك امتدادا لفريق شباب العودة وطيب الذكر الكابتن علاء جابر، تحياتنا إلى وجهها من منبركم. نعم. دعمنا بهذا الشيء وأيدنا بهذا الشيء، والرجل اعطاني امتدادا لاسم العودة. اسم العودة طبعا غني عن التعريف، تاريخ كبير من الكابتن باسم مجعاتي، احمد مجعاتي، مسلم مجعاتي، وكثير من اللاعبين اللي مثلوه، من ضمنهم لاعبنا الدولي علي حسين الحيمه. نعم. فالحمد لله والشكر قدرت اكسب الثقه من الكابتن علاء جابر بانه احمل اسم شباب العوده. نعم. الى سنه 2010. نعم. بعد ذلك انتقلت بالدور القطاع 77، والحمد لله والشكر مثلت ايضا شباب 77 اللي حمل اسم شباب روما، امتدادا للعشق اللي انا احبه، الفريق اللي انا احبه. تيمنا بهذا الشعار سميت فريقي شباب روما من 2010 ولحد الان، والحمد لله والشكر المسيره ما زالت متواصله. نعم كابتن، يعتبر الكابتن حسن يوم من المعاصر عشرين في الفرق الشعبيه. كابتن، خلينا نتحدث عن الرياضه الشعبيه اليوم، هل برايك ازدهرت ام اصبحت رديئه في هذه الايام او السنة؟ كابتن، العصرين. نعم. للاسف انه هسه احنا عندنا اختلاف. نعم. قبل كنا نعاني من قله الماده وقله الانديه. نعم. بس الاحترام، الانضباط، الطاعه للمدربين موجوده. نعم. اوكي. نعم. هسه ذن متوفرات. نعم. كثره الانديه، كثره الملاعب على مستوى الفرق الشعبيه. نعم. بس للاسف هسه انه اللاعب ما قام ينصاع الى امر المدرب، ما قام ياخذ حكي المدرب، ما قام انه يتخذ الاجراءات الصحيحه. زين، لان هسه اللاعب يلعب له اكثر من لعبتين ثلاثه، وهذا اكيد شيء ياثر باعتباره ضغط على اللاعب. لذلك ما جاي نشوف بالنسبه للازدهار هسه افضل. ليش؟ توفر انديه، توفر ملاعب، تكرم حتى على مستوى الحذاء اللي هو حذاء اللعب. نعم. زين، توفر يعني بصوره مو طبيعيه ورخيص جدا. بس شغله اهم، قلت لك انا يبقى الجيل اللي مضى، الجيل السابق عنده احترام، عنده ولاء الفريقه. زين، ما يجي اليوم طلع مثلا زيدون طلع من فريقه، ما يجي يلعب ضده، احتراما لمن؟ احتراما للفريق اللي كان يمثله. نعم. نعم. كابتن، نلاحظ انه هناك انعدام الملاعب والساحات الاوف سايد وكثره الملاعب الخماسيه، باختصار سولف لنا عن هذه الظاهره. كابتن، ظاهره للاسف قضت على اغلبيه اللاعبين المواهب بالتحديد. ليش؟ هاي موهبه، يا اما تسقلها بصوره صحيحه، زين، يا اما تودي بيها الى التهلكه. حلو. زين، ملاعبنا المصغره عباره عن 5 8 9، هذول تعتبر كلها ملاعب مصغره. زين، قانون المصغره يختلف على قانون الاوفسايد. نعم. الساحات المفتوحه. نعم. بهاي الحاله قضيت على جيل كامل. نعم. اللاعب من مميزاته انه يعرف مصيده التسلل. جيد. اللي احنا نسميه الاوفسايد. صح. زين. نعم. من انجح اللاعبين انه اللاعب يعرف مصيده التسلل، لان 3/4 اللاعب، جاهزيه اللاعب انه يمر بهاي المرحله. نعم. زين، انقضى عليها. يعني عندنا ساحات ترابيه بقت موجوده، ملعب الشهيد ابو وعد. نعم. بس هم 10 لاعبين مو اوفسايد. صح. ملاعبنا الكبيره، ملعب المرحوم واللاعب الدولي ناطق هاشم رحمه الله. زين، موجود كثير. نعم. بس هم ارضيته تارتانه، يعني هم هي اذيه للاعب، هم نعم. اصابه لاعبين. للاسف الملاعب المصغره قضت على اللاعبين. زين، يعني بصوره عامه
يقدر اي انسان قاعد بفد مكان يجمع له 4 لاعبين 5 وياسس له فريق. نعم كابتن، اليوم ظهرت الماديات في الملاعب او المساحات المفتوحه، نلاحظ تجاره هناك في الملاعب المفتوحه، شنو السبب؟ كابتن يجوز راح اصير انصاف لك وانصاف لاصحاب الملاعب. نعم. اصحاب الملاعب نسولف بالايجابيه والسلبيه. اكيد. نعم. اصحاب الملاعب اليوم يجيك الفريق من فانيل، الشورت، الجاروب، الكره صالحه للعب، ذني لازم يتوفرن. ليش؟ للاناقه. طبعا. زين. نعم. الاناقه شيء حلو وارد على كل الفرق اللي تجي. نعم. زين، يعني خير اللي يمثلون الاناقه يعني من تجي تقول هذا فريق انيق. حلو. او افتخر ان اذكر هاي الاسماء، مثلا تقول المدرسه الكرويه اللاعب الدولي حسين رحيمه، الطالب الرياضي احمد غضير، المنتخب الشهيد محمد قاسم ابو علاء، منتخب الشهيد مهدي دخان، كثير من الاسماء بقياده نعم. الكابتن حسين جواد. نعم. هواي عندنا كثير. يعني تشوف اناقه مو بس على اللاعبين وعلى الفريق، لا حتى مدرب حلو. نعم. تشوف يجيك جاهز ومرتب، انت ترتاح من تجي تسولف لك انسان انيق وصاحب كلام ومبدا، انت ترتاح. اجي على شغله الاجور، الاجور تتضمن هواي شغلات. نعم. من ضمنها انه المعلق يريد اجور. صح. زين، صاحب الملعب اللي انت مسوي عليه البطوله يريد منك اجور. نعم. زين، الجهاز المونتربو يريد من عندك اجور. زين، لذلك تشوف التكلفه انه صعدت. صح. زين، احنا اللي نعرفه مؤسسين البطولات هسه يعني تلقى حالته الماديه تعبانه، او هو باب رزقه او باب عمله، فذن من ضمنهن. فاني انصاف حطيت حل وسط، لا اكثر ولا اقل، لا انتقده على سعره. يجوز ملاعب، بس اكو ملاعب اللي يقول لك ب 60 وب 70. اني مره من المرات وصلني انه اشتراك وصل ورقه. صح. يعني هذا شيء مبالغ به. نعم. الورقه ظاهره سلبيه في الرياضه. نعم، من الفرق جدا الشعبية. سلبيه. كابتن، نسمع بعض المدربين يدفعون المال للاعبين بسبب الانضمام للفريق. نعم. للاسف. نعم. انه هاي ظاهره سلبيه. ظاهره جدا سلبيه. نعم. والاسف الثاني للاعبين. نعم. يعني مو لهالدرجه انت نفسك رخيصه، صح. او شو ما تقول عندك كرامه. نعم. زين، يعني هذا شيء لذاتك. اليوم من امثل فريقه اني. زين، ما حاجه انه تغريني الماده. لان انت مو ممثل نادي. نعم. اكو فرق بين تمثيل النادي وتمثيل المنتخبات وتمثيل الفرق الشعبيه. جيد. صح، الفرق الشعبيه مؤهله. زين، لان اغلبيه الانديه خصوصا الانديه الجماهيريه زين على مستوى لاعبين محترفين هي ناتجها من الفرق الشعبيه، حتى الاسماء القديمه. نعم. مو هسه بس الجديده. صح. زين، فقلت لك يعني اشوفها ضعف شخصيه. حلو. للمدربين أكو حاله نعم. سلبيه واكس خطا. حلو. جيد. كابتن، بعد ان تعرفنا عن المسيره الذاتيه والتدريبيه للكابتن حسن، بعد الفاصل سنتعرف على مجال التعليق، ولكن بعد الفاصل. المشاهدين، عندنا وياكم بعد الفاصل، ونرحب بالكابتن حسن من جديد. اهلا وسهلا بكم كابتن. الله يسلمك. شرفتوني. الله يسلمك كابتن. كابتن، موهبه التعليق هل هو من اجل المكسب المعيشي ام هوايه؟ كابتن، بدت مسيرتي سنه 2003 نعم. كهوايه فقط. جيد. اكتسبت هاي الهوايه او هاي الموهبه عن طريق الصديق والحبيب الراحل احمد الطيب، الله يرحمه. مشتاق المالشي، اللي صراحه خلفت جرح كلش عميق بداخل خصوصا حسن الطيب. نعم. انا كان اسمي يعني حسن دوحي. نعم. لقب الطيب اكتسب من هو الراحل، من مسماته هو. في البدايه هوايه. ليش؟ كنا فتره شباب وبعدنا ما مفكرين يعني لا معيشه ولا غير معيشه. بمرور الزمن صارت كسب رزق. جيد. نعم. كابتن، من هو افضل معلق حاليا في الوسط في الفرق الشعبيه حاليا؟ كابتن، ما شاء الله هسه المعلقين خير من الله على قولة اللي يقول. زين، وعندنا معلقين يمتازون بخامات وباصوات، وعندنا معلقين يمتازون بمعلومات. زين.
احدد هواي اسماء، والابرزها كان الراحل نعم. الحبيب احمد الطيب، رحمه الله على روحه. ألف رحمة الله. عندنا الخلوق المعلق حيدر الشوالي، نعم. عندنا الكابتن مصطفى الشمالي. نعم تحياتي. على مستوى مدينه الصدر ما عبرت على مدينه الشعب او غيرها وغيرها، عندنا معلقين بس غير ذكرت ابناء مدينتي. نعم. الحبيب جواد ايضا تحياتنا. تحياتنا له. من ضمن الشباب عيسى الطيب، ايضا هم لقب الطيب. فهواي عندنا اسماء. نعم. كابتن قبل فقرة التواصل الاجتماعي نسمع شيء بسيط من كابتن حسن في مجال التعليق. فدوى عمرك الله انا يسلمك. خالد. سمعك شيء بسيط. نعم. العصام الشوالي يعني ثلاث شيء حلو. براحتك كابتن. إذا نيكس العالم نضرب كورة بهذه الطريقة، الكورة ترحل لركلات الجزاء ما بين الكبير جالويجي بوفون الاخطبوط وبسيادة الزعيم هناك زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم. وبهذه البطولة نحن نختتم الليلة. إذا يا الكورة يا يضرب كورة بالمرمى يا الاخطبوط يستولي عليها، تمشي كرة الهدف، هذه ركلة الجزاء. إذا نقول حتى في المرمى زيزو 1-0 فرنسا أمام الأزرق الإيطالي. تحياتنا لك كابتن. فدوى عشت ايدك. فدوى حنجرة عمرك، وما حبيب زالت قلبي. طيبة. الله الله يخليك. يحفظك. كابتن نتوجه لأسئلة التواصل الاجتماعي. تعرف انت في التواصل الاجتماعي اكو اسئله مختلفه أكيد. اجاب عليها صراحه تامه. كابتن لماذا يعتمد الكابتن حسن على تشكيله واحده في المباراه؟ أولا كمدرب نعم. هواي امور تتطلب انه تعتمد على تشكيله واحده، الحمد لله والشكر اقل اعضاء فريقي يوصل ل 12 13 لاعب. نعم. مو حسب جودتهم احكي لك، نعم. لان اكو لاعب اساسي واكو لاعب بديل. حلو. تضطر بهاي المرحله انه انت فريقك مستقر تبقى على تشكيله واحده، لان اذا تلاعبت بهاي التشكيله راح تتلاعب برتم المباراه وبذلك تخسر المباراه. نعم. يقال ان حسن الطيب يطالب اجور في مجال التعليق، اجور عاليه. شنو السبب؟ للاسف انه الوحيد حسن الطيب مع احترامات الكل المعلقين. نعم. يدخل لاي ملعب ما يطالب باي اجور. يجي ابو الملعب نفسيته يقول له هذا السعر، يقول له ومرات يعني اصحاب الملاعب اصدقائنا مرات انا هم عندي فريق واشارك، يعني هو يوقع لي من الاشتراك وانا تقدر تقول اوقع له. نعم. من شغله التعليق واذكر بها الصديق حسين وحيد طبعا، وحيدر ريكا ايضا المنظمين. تحياتنا. اشترك عندهم طبعا وهاي فتصير مجامله. نعم. الكابتن لم نشاهد اليوم كابتن حسن في المشاركات في البطولات الخارجيه، سبب في اللاعبين ام في المدرب؟ المشاركات الخارجيه نعم. تريد منتخب يمثل قطاع. نعم. زين. مثل اليوم قطع 77. يمثل قطاع 77 واحنا عندنا اثنين ممثلين لل 77 اللي هم اليوفي حجي علي الحجي علي تحياتي. والانجليز. نعم. زين. نعم. عندنا اثنين ممثلين للقطاع. نعم. اليوم حسن ما يقدر يشارك باعتباره فريق شبابي، عندي الامكانيه انه اشارك، عندي الخامات اللي تاهلني للادوار، يعني مو بس مجرد انا راح اشارك طلعت من دور اول، لا توصلني. نعم. بس للاسف يعني انه اليوم اذا يجي حسن يريد يدخل بالعمق يتحارب. نعم. للاسف يعني، واحترام كل احترام لكل الرياضيين اللي بقطاع 77. ما جاي اشوف اكو دعم. نعم. يعني اليوم اليوفي لعب انه يكون الانجليز وفلان وفلان اشتركوا وياه. حلو. يعني لا، يعني اشوف اليوم الانجليز وحدهم، اليوم اليوفي وحدهم، ماكو يد المساعده. بالنسبه لحسن لا السبب حسن ولا سبب اللاعبين، سبب المشاركه انه عدم انضمام بقيه اللاعبين اللي بالقطاع للفريق، لا اكثر ولا اقل. نعم كابتن. لم نشاهد اي انجاز للكابتن حسن في هذه الايام عكس ما كان في السابق مع فريق العوده. اولا الانجازات كثيره. نعم. بس مو مدينه الصدر. جيد. مدينه سبع قصور، مدينه بحيور بالشعب. نعم. ذني انا احب من النوع اللي اطلع برا. نعم. زين، لان هنا انا صحيح صداقه وكره قدم، بس اخاف اخسر هواي عالم لا اكثر ولا اقل، وهاي الفتره متوقف بسبب اعمال لا اكثر ولا اقل. نعم. لماذا لم يجمع الكابتن حسن ويجعل منتخب من 77 جمع اللاعبين؟ والله كابتن هاي اول ما طبيت للقطاع اول خطوه ردت اتخذها. نعم. غير صراحه. نعم. يعني اول خطوه ردت اتخذها، بس للاسف تعاربت قلت لك.
منه هواي وهواي عالم يعني نعم. واسماء، فردت جيد. اسوي فد انجاز يعني ما قدرت. سؤال قبل الختام، اين يجد كابتن حسن، في التدريب ام في التعليق حاليا؟ اجد نفسي بالتعليق، جيد. لان هي شيء احبه، صدق باب رزقي بس شيء احبه. نعم. كابتن قبل الختام سولف لنا عن مسيرتك الرياضيه للفريق الشعبي لقطاع 77. مسيرتي الرياضيه ابتدت من 2009 2010. نعم. مجموعه شبابيه تواصلت فيها بكل الملاعب، لان الحمد لله والشكر داعيكم الي معارفي بالملاعب، لان الملاعب اكثريتها انا جاي اعلق بيها. نعم. فالحمد لله والشكر ما حد يقدر يرد له طلب. صح. امتدت هاي المسيره من اللاعبين من المدربين زين اللي اشادوا بالفريق حتى من غير قطاعات الي زين، تواصلت بها ولحد الان والحمد لله والشكر، والايام الجايه هي راح تثبت لكم هواي شغلات ان شاء الله. في دول العمر. في مسك الختام نشكر الكابتن حسن لضيافته اليوم الشكر لك. معنا، الله يسلمك كابتن، ونشكر في الاخراج الاستاذ احمد الجيزان، وفي التصوير على الاوريك، وخلف الكواليس الاخوه لا يسعني في الذكر احمد سلطان وحيدر صلاح والاخ ابو علي، وفي التقديم والاعداد زيدون في انتظرونا في حلقه جديده والى اللقاء.